عايزك تتخيل معايا لو عرفت إن قتل مليون شخص ممكن ينقذ مليار، هل هتدوس على الزرار؟ واتشمان مش فيلم أبطال خارقين، هو تجربة أخلاقية بتجبرك إن أنت تختار ما بين المبدأ والنتيجة. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل الحقيقة أهم من السلام؟ وهل القوة محتاجة حدود؟ الفيلم بتدور أحداثه حوالين 4 شخصيات. روشاك ده المبدأ المطلق، وأوزي هو النتيجة المطلقة، ودان ده الإنسان المتوازن، ودكتور منهاتن ده شخص منفصل عن البشرية. كأمثلة مثلا أب بيقرر مستقبل ابنه بحجة إن هي لمصلحته، أو شخص بيكذب بحجة إن هو بيمنع مصيبة أكبر، أو حتى صديق بيخبي الحقيقة بحجة الحماية، أو حتى مدير بياخد قرار كبير من غير ما يستشير الفريق بحجة إن هو فاهم الصورة الكاملة. المشكلة إن الشخصيات دي مش خيالية بالكامل، كل واحد فينا ممكن يكون أي حد منهم في لحظة. طيب سريعا عشان نبقى كلنا على نفس الصفحة، الأحداث بتحصل في عالم بديل في الثمانينات، في أبطال خارقين كانوا موجودين بالفعل لكن اتمنعوا قانونيا. واحد من الأبطال القدام الكوميديان بيتقتل. روشاك اللي هو أكترهم تطرفا بيشك إن في حد بيستهدف الأبطال. مع التحقيق بيكتشف إن العالم أصلا واقف على حافة حرب نووية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، والسبب إن في شخصية اسمها دكتور مانهاتن وجوده مخلي ميزان القوة مختل شوية. وسط التوتر ده احنا بنكتشف إن أوزي أذكى رجل في العالم شايف إن الحرب جاية لا محالة، فبيقرر يعمل حاجة مستحيلة. بيقرر إن هو يصنع كارثة ضخمة تقتل ملايين من الناس، ويخلي العالم كله معتقد إن في عدو مشترك خارجي بحجة إن الدول تتحد وتنسى خلافتها وتتجنب الحرب النووية. والصدمة إن الأبطال لما بيواجهوه عشان يوقفوه بيكتشفوا إن هو اوريدي نفذ الخطة قبل ما حد يعرف. فلما الباقي بيكتشف الحقيقة، السؤال ما بقاش احنا هنوقفه ولا هنعمل ايه، السؤال بيبقى هل نكشف الجريمة دي ونقول للناس ولا نسكت عشان السلام يستمر. دان وسلك بيقرروا ان هم يسكتوا لان كشف الحقيقة ممكن يرجع العالم للحرب. دكتور مانهاتن بيوافق على خطة اوزي وبيشوف ان هي منطقية شوية، وبيختار يسيب الارض لان دكتور مانهاتن هو العدو المشترك. لكن روشاك بيرفض، بالنسبة ليه الحقيقة أهم من أي سلام مبني على كذبة. فبيخرج من المكان عشان يكشف للناس اللي حصل، ومنهاتن بيضطر يقتله، مش لأنه بيكرهه لكن لأنه شايف إن بقاء الخطة أهم. وروشاك بيموت وهو رافض يساوم. وفي آخر لقطة في الفيلم بتلمح إن المذكرة بتاعته وصلت للصحافة، يعني الحقيقة ممكن تطلع في أي لحظة، والسلام اللي اتبنى على أي جريمة ممكن ينهار. روشاك كان شايف إن الحقيقة فوق كل شيء حتى لو العالم كله ينهار، المبدأ أهم من النتيجة. أوزي كان شايف إن النتيجة أهم من المبدأ حتى لو اتبنت على جريمة. ومنهاتن شايف إن البشر أصلا لحظة صغيرة في زمن لا نهائي. ودان ده أنت إنسان عادي بيتخبط ما بين الاتنين. عايزك تتخيل معايا إن أنت قدامك زرار لو السلام عليكم، ازيك؟ اسف اني قطعت عليك الفيديو مره واحده، واسف على بشاعه الصوره والفيديو وكل حاجه. برو انا جاي لك من السيورز، يعني بص حضرتك هنا This is the Seawars اللي انا بكلمك منها. anyway انا سألتك سؤال في اول الفيديو، وغالبا ده اهم سؤال ممكن تطلع منه من الفيديو كله، لانه سؤال الى حد ما بيعرفك على جزء من شخصيتك. يعني احنا عايشين دايما بنسأل مين ده ومين دي، عمل ايه وعمل ايه، ونادرا جدا ما بنسأل احنا مين. يعني انا مين؟ انا زياد. ايوه زياد مين؟ ساعتها انا مش فاهم. فواحد ساعات كده بيحس ان هو مش عارف نفسه، او زي ايدنتيتي كرايسيس، ازمه هويه. يعني انت حتى ممكن تلاحظ مثلا ان انا هنا بتكلم حاجه، وفي الفيديو بتكلم بطريقه مختلفه تماما. فانا برضو I still don't know، يعني ما اعرفش. فانا بدات احط نفسي في مواقف غريبه شويه بحيث ان انا اتعرف على الشخصيه اللي انا عايش معاها بقالي سنين وما اعرفش عنها اي حاجه. فالحياه مواقف، والرجوله مواقف، والرجوله مش بتقتصر على الذكور فقط. يعني انت الرجوله دي انت بتصف بيها شخص ما او انسان.
يعني احنا ممكن نلاقي ذكر راجل عادي، ممكن نلاقي ست بمليون راجل، يعني طبيعي جدا، واحنا اكيد عارفين الموضوع زي ده. فهسألك سؤال، الكلام بصيغة المذكر لكن لا يقتصر على الذكور فقط، يعني الموضوع مشتمل حتى لو انت. فهسألك سؤال، لو انت قدامك زرار لو دوست عليه هتقتل ملايين، يعني انت هتخلص على الملايين كلهم، بس في نفس الوقت هتنقذ مليارات من حرب نووية بحجة ان احنا ممكن نوحد العالم كله ضد عدو مشترك واحد، هتعمل ايه؟ هتختار ايه؟ بس في حاجات معينة لازم نكون واخدينها في عين الاعتبار. هل انت مؤهل ان انت تاخد قرار زي ده؟ ومين ادالك الحق ان انت تقرر مكان حد؟ وهل قيمة الحقيقة اهم من الاستقرار؟ انا كده خلصت، انا اسف ان خدت من وقتك كتير. عموما هي دي جنرال ايديا اوف ذا فيديو، لو مش عايز تكمل اتس كومبليتلي فاين. هو عموما بس هي دي اهم حاجة يعني في الفيلم ده، اهم سؤال. اتس اب تو يو، عادي. انجوي يور سيلف، ورمضان كريم. سيورز سيورز سبسكرايب. المشكلة إن أوزي مش مجنون، هو منطقي جدا، وده أخطر نوع. لما الذكاء بينفصل عن الحدود بيتحول لإنسان مقتنع إن هو فوق أي حاجة، إنسان كلي. هو ما قتلش بدافع الكراهية، هو قتل بدافع الإنقاذ. وده السؤال المرعب، قد إيه سهل إن أنت تبرر كارثة لو اقتنعت إن هي للخير. كل واحد فينا عنده اللحظة زي أوزي، عارف لما تقول جملة أنا عارف مصلحتك أكتر منك، أنت ساعتها مش شرير، أنت مقتنع إن أنت بتساعد. وأوزي كان مقتنع بنفس الحاجة. وأنا بتفرج على الفيلم لقيت نفسي اللحظة مقتنع بخطته، لو الحرب هتحصل أكيد what choices do I have، فمبرر جدا إن إحنا نضحي بالبعض. بس هنا الفيلم بيوقعك، لأنك بتبتدي تقتنع إن في إنسان يملك الحق إن هو يقرر عن البشرية. وهنا الكارثة، الفيلم مش بيقولك مين الصح، الفيلم بيكشف إن المشكلة مش في وجود ناس أقوياء، المشكلة لما القوة تبقى من غير حدود. لأن الإنسان حتى وهو بيعمل الصح ممكن يكون أخطر مما يتخيل. السؤال الحقيقي مش هتضغط على الزرار ولا لأ، السؤال الحقيقي لو كان الزرار في ايدك هل انت واثق ان انت الشخص المفروض يمسكه اصلا؟ خلينا نبص على اخطر حاجة حصلت في الفيلم، مش ان ملايين ماتوا، لكن ان القرار اتاخد قبل ما اي حد يناقشه. اوزي ما استناش تصويت، ما طلبش رأي، ما فتحش نقاش حتى، هو قرر ان ذكائه كافي. وده الفرق ما بين البطل والانسان الكلي. وروشاك رفض يسكت، مش لأنه متأكد إن الحرب مش هتحصل، لكن لأنه شايف إن في حاجات ما ينفعش تتبرر. هو فاهم إن ممكن العالم يتحرق، لكن بالنسبة ليه الحقيقة أهم من النجاة المزيفة. السؤال هنا مش هو صح ولا غلط، السؤال هل لو في لحظة معينة لازم تختار إن أنت تعيش صادق حتى لو ده معناه إن أنت تعيش قصير. ومنهاتن هو نموذج مختلف خالص، كل ما بقى أقوى كل ما بقى أبعد. القوة المطلقة ما خلتوش شرير، هو خلته غير مهتم. لما تشوف الزمن كله مرة واحدة، لما تشوف الماضي والحاضر والمستقبل، الألم بيبقى رقم والبشر بيبقوا زي تفصيلة صغيرة. ودان مش عبقري، مش متطرف، ما عندهوش جنون عظمة. دان إنسان ضعيف بيخاف وبيتردد، بس هو الوحيد اللي مش شايف نفسه أعلى من حد. وده يمكن يكون أهم تعريف للإنسانية في الفيلم. الفيلم مش عن حرب نووية، الفيلم عن السلطة، عن اللحظة اللي الإنسان بيقرر يقول فيها إن أنا اللي شايف الصورة كاملة فهقرر عنكم كلكم. إحنا بنخاف من الديكتاتورية الواضحة، بس الفيلم بيقول إن أخطر حاجة هي الشخص الذكي اللي مقتنع إن هو بيعمل الصح. لأن الشر الواضح سهل إن أنت ترفضه، لكن الشر اللي لابس لبس المنقذ بيخش عليك بهدوء، مش هتحس بيه. خليني أسألك سؤال تاني، لو كنت مكان دان في آخر الفيلم كنت هتعمل إيه؟ هل هتكشف الحقيقة وتخاطر بدمار عالمي، ولا تسكت وتعيش طول عمرك عارف إن السلام ده مبني على جريمة؟ مفيش إجابة مريحة، وده سر الفيلم. هو مش بيحاول يريحك، هو بيحاول يكشفك. أخطر لحظة فعلا هي لحظة اقتناعك إن الخطة منطقية، لأن في اللحظة دي بتبتدي تشوف العالم بنفس عين أوزي، وتبدأ تسأل نفسك يمكن فعلا لازم حد ياخد القرار الصعب. وهنا الفيلم يحطك قدام المراية، هل أنت ضد الطغيان بحد ذاته، ولا ضد الطغيان لما غيرك يمارسه؟
الفكرة اللي خرجت بيها من الفيلم بسيطة ومزعجة في نفس الوقت. المشكلة مش في وجود ناس أقوياء، المشكلة إن مفيش حدود لما القوة تكبر. الإنسان محتاج حرية، بس محتاج حدود تحميه من نفسه لما يبقى في إيده مصير غيره. واتشمان مش بيقولك تبقى روشاك ولا بيقولك تبقى أوزي، هو بيقولك اوعى تفتكر إن أنت فوق المسألة لمجرد إن نيتك كويسة. السؤال الحقيقي مش هتضغط الزر ولا لأ، السؤال الحقيقي لو الزرار في ايدك مين حطه هناك، وليه انت بالذات شايف نفسك مؤهل ان انت تقرر.